ازاي ارسم بنت شايله الدبدوب بتاعها وفرحانه بيه؟ اول حاجه تعالى نراجع تقسيم الجسم. اول حاجه قلنا ايه؟ الجسم عباره عن ادي الراس، وادي الجسم من فوق لتحت لغايه الارض اللي هو واقف عليها، وباخد خط من عند الوسط كده علشان يبقى ده النص الجسم. يبقى عندي الجزء العلوي من الجسم والجزء السفلي. الجزء السفلي طبعا فيه الرجلين، والرجلين ادي القدمين مش هينزلوا عن الارض اللي هي واقفه عليه، والدراعين نازلين من عند الكتفين. ادي دراع وادي دراع. طبعا عندك بقى الرقبه، وعندك بقى تفاصيل ايه؟ الملامح بتاعت الشخصيه والكلام ده كله. طيب تيجي للوش نتكلم فيه. قلنا ان احنا بنرسم الوش عباره عن شكل هندسي بسيط جدا، سواء دايره او مربع، وناخد علامه زائد في النص. علامه الزائد دي الخط اللي بالعرض اللي برسم عليها العين والمناخير في النص، وادي البق والودان في نفس محاذاه العينين. ادي ودن وادي ودن، والكلام ده اتكلمنا فيه كتير في الفيديوهات اللي فاتت اللي هسيبها لك في الديسكربشن تحت. ادي عين وادي عين وادي الودن وادي الودن. تعالى بقى نرسم البنت الجميله بتاعتنا. اول حاجه هنبدا بادي الراس، شكل مثلا بيضاوي، او خلينا نكبرها اكتر. والجسم بقى مش هعمله بقى ايه في وسط وبنطلون ومش عارف ايه، لا انا هعملها لبس بناتي على طول، فخليها جزء الجسم نازل على طول. خليها مثلا لابسه فستان كده حلو. وطبعا انا بقى متخيل من تحت الفستان ده في ايه؟ في عندي الخط بتاع الوسط، وعندي هنا رجلين وكل حاجه، فباين بقى جزء من الرجلين تحت الفستان. فوانا برسم بنت صغيره او طفله فبرسم بمنحنيات اكتر، مش بستخدم خطوط مكسره كده علشان يعني تبقى البنت كيوت كده وحلوه. طبعا الدراعين هينزلوا من عند الكتفين. انا متخيل هنا الكتفين مش هيبقى خط مستقيم كده، لا خليها برضو ايه؟ كيرفات. خلي برضو ايه؟ الفستان ده كده نازل كيرف كده، وادي الرجل وادي الرجل، ولابسه مثلا ايه زي جزمه كده او كوتشي، يكون ايه برضو مكور كده، بيدي احساس برضو ايه؟ بانه إيه؟ رسمه اطفالي. والدبدوب هتبقى شايلاه مثلا على دراعها. هنا هرسم الدبدوب الاول عباره عن برضو عن دواير. الرسمه كلها عباره عن ايه؟ دواير، بحيث ان الموضوع يبقى ايه؟ لان انت بترسم رسم طفولي. مثلا دراعها جاي من هنا، جاي من هنا، وادي الدراع التاني. بقى في دراع ماسك الدبدوب من فوق، وفي دراع ماسك الدبدوب من تحت. تعالى كده نتخيل بقى الشكل هيبقى عامل ازاي. ادي علامة الزائد، بس هخلي الخط اللي بالعرض بقى مش فوق، لا هخليه تحت. ادي العين برضو نكبرها ونخليها ايه؟ عينين واسعة. النني الكبير نغمقه شوية علشان نشوف السكتش بتاعنا هيبقى ماشي ازاي. المناخير الصغيرة، والابتسامة بقى ايه بتاعت البق الصغير برضو. طبعا الودان في نفس محاذاة العينين زي ما دايما بنتكلم. انا هنا ممكن اخلي الشعر نازل كده ايه؟ نازل طويل كده. ودي كده شكل الدبدوب او شكل ايه البنت بمنتهى البساطه. طيب بعد كده بقى احبر عليها بالقلم الاسود على نفس السكتش اللي انا راسمه ده عادي. مهم جدا تتاكد ان انت عامل لنا متابعه علشان السكتشات اللي بنرسمها زي دي توصلك على طول، وتبقى ترسم معانا خطوه بخطوه. نجيب قلم تحبير، قلم فلوماستر اسود عادي، وامشي على الخطوط اللي انا خلاص اتفقت مع نفسي ان هي دي الخطوط النهائيه. طبعا احنا عاملين السكتش بشكل سريع، انت المفروض ان انت بتقعد تجرب خطوط وتمسح وهكذا، لكن احنا علشان وقت الفيديو. ادي الودن باينه، طلعت باينه معانا. ممكن نلبسها بقى حلق. وادي الوش كده ممكن نعمل لها ايه؟ يعني دقن كده مدببه. طبعا كل ما يكون العنصر اللي انت بترسمه مغطي على العنصر اللي تحته فما بتحبرش عليه، علشان هنرسم مثلا الدبدوب ده ايه؟ هيغطي على خدها كده. وكذلك برضو ايديها، لانها ماسكه الدبدوب فهي الدبدوب تحت ايديها. ادي دراعات الدبدوب. ممكن نخلي الرجل بتاعت الدبدوب دي جايه برضو على دراعها مغطياه. خلي الدبدوب لطيف شويه. ايه اللي انا عامله ده؟
ادي باقي الفستان، وادي رجليها، وادي الحذاء بتاعها. ممكن نلبسها شراب كده حلو، نعمل مثلا تفصيلة كده للفستان. ممكن احبر من فوق بس، واعمل لها مثلا رموش طويلة. ادي نين العين. ولما اجي بقى إيه اظلله او ان انا ارسم عليه بالاسود، اسيب فيه نقطتين كده ابيض، يعني لمعة كده للاضاءة. بتفرق جدا لما بتيجي ترسم رسم زي ده. تعالى نمسح بقى الكلام ده بالاستيكة. تمام كده. ممكن نخليها واقفة كده في زرع مثلا. فراشات كده حواليها وجو بس دي بمنتهى البساطة ازاي ترسم بنت صغيرة شايلة دبدوب. رجعنا رجعنا للأساسيات اللي كنا اتكلمنا فيها بالنسبة لرسم الجسم وبالنسبة لرسم الوش. الفيديوهات الخاصة بالتفاصيل بتاعت الكلام ده هسيبها لك في الديسكريبشن تحت، لازم تبص عليها وجرب كده ترسم زي دي ووريني كده وصلت لفين.